السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في الوصفة نتاع اليوم اللي هي وصفة سهلة مهلة وأي وحدة فيكم تقدر ديرها ولا تقدر تجربها. يعني حتى البنات الصغارات المراهقات ولا البنات اللي يلاه بادين يتعلموا الكاطو ولا حتى الناس الكبار اللي ما يعرفوش يديروا الكاطو ولا تقدروا تجربوا هاد الوصفة هذه وراح تنجح لكم 100%. سهلة وبسيطة وراح تعجب أفراد العائلة نتاعكم، لخاطر يجي طري بزاف يدوب في الفم، أيضا بنين بزاف وبذوق مختلف يعني على الحلويات نتاع الشوكولاتة اللي متعودين عليه. يعني هذا الحشوة نتاعه كاسرة ذوق الشوكولا، وايضا الحشوة نتاعها بسيطة وسهلة، يعني تقدروا في ثواني تحضروها. فشوف كيفاش يجي من الداخل عفوا. القوام تاعه يجي كيما مادلين، يجي رطب وهشيش بنفس الوقت. فجربوا هذه الوصفة راح تعجبكم، وكما قلت لكم سهلة، اي وحدة فيكم تقدر تديرها. شوفوا دروك كيفاش غادي نفتت معكم واحد الحبة، وشوفوا كيفاش يجي طري. يعني غير خربت فيها كلشي تفتت وكلشي داب. كما قلت لكم الحشو عطيها واحد النكهة مختلفة تماما. ما غاديش نطول عليكم بزاف، الهضره تروح لي. ما غاديش نطول عليكم بزاف ويلا نبداو في الوصفه. بالنسبه لمقادير الوصفه فراح نكتبهم لكم في صندوق الوصف كالعاده باش ما تضيعوش، ودروك راح نوريهم لكم. عندي هنايا 250 غرام زبده طريه درجه حراره المطبخ. ايضا راح نحتاج ل 70 غرام سكر غلاس، وهنا كنت ضايفه عليه ملعقه صغيره معمره تاع لافاني. السكر الا بغيتو حلوه تقدروا توصلوا حتى ل 100 غرام. عندي هنايا 100 غرام تاع مايزينا، وراح نحتاج ايضا لصفار بيضة، وعندي هنايا ربع فنجال تاع زيت، وايضا راح نحتاجو 3 ملاعق او 4 ملاعق كبار نتاع الكاكاو. الكاكاو خصها تكون نوعية جيدة باش الكاطو نتاعكم يجي شباب. ودروك راح نبداو في تحضير الوصفة. طريقة تحضير الوصفة كالعادة الصابلي خصني نخلط انايا كامل النواشف مع السوائل عفوا مع بعضهم بعض. كما شفتوا هنا درت الدهان مع البيض مع زدت لهم الزيت. الزيت ديروا غير بفنجال باش ما يجيكمش مزيت وميدم. الزيت الخدمه نتاعها كما دائما نقول لكم تحافظ على الشكل تاع الصابلي وما تخليهش يسيح في وسط الفرن لداخل، ما تخليهش يتخسر. هنايا زدت عليهم هذاك السكر اللي عندي. كما قلت لكم السكر انا درت 70 غرام سكر غلاس باش الكاطو نتاعي يجيني صامت، يعني يجي شويه مر. نتوما الا بغيتوا الكاطو نتاعكم يجيكم حلو ديروا 100 غرام، خاطر حنايا ما نبغيوش في الدار الكاطو الحلو، على بها نقصت الكميه تاع السكر. وايضا ما تنساوش الملعقه الصغيره نتاع لافاني. ماشي يعني انكم ديروا كاكاو صاي ما ديروش لافاني، لا، لافاني تمشى مع الكاكاو ضروري باش تنحي هذاك الزفوريه تاع البيض. ودروك راح نبدا نضيف الكاكاو. الكاكاو كما قلت لكم اختاروا النوعيه تكون جيده، لخاطر الجوده نتاع الكاطو ولا تاع الصابلي نتاعكم نتاع الكاكاو يعتمد على الجوده نتاع الكاكاو. وضروري انكم تغربلوها باش ما تفول لكمش في وسط العجينه. ودروك كما شفتوا معايا راح نبدا نميكسي في هذاك الكاكاو اللي عندي. اكيد خصني ندير واحد الفوضى تاع الغبار في الكوزينه بسبب ميكسر. ومن بعد ما خلطت الكاكاو فدروك راح نضيف عليه ايضا المايزينا. المايزينا كما قلت لكم ديروا 100 غرام تاع مايزينا. المايزينا هي الخدمه نتاعها انها تهشش الكاطو وتخليه يجي منتفخ كي شغل قاعدين تاكلوا المادلين، وبنفس الوقت هو صابلي، يعني صابلي يجي كي شكل تاع مادلين سيرتو كي تقلاصيوه كاع. هاد الوصفه هذه اقتصاديه سهله وبسيطه وبنفس الوقت ما تشبعوش من البنه نتاعها. واخر حاجه راح نبدا نضيفها اللي هي الفرينه بالتدريج، وعلى هذيك الفرينه نضيفوا واحد الربع ملعقه صغيره نتاع خميره الحلويات بيكنج باودر. ودروك من بعد ما لميت العجينه تاعي كما راكم تشوفون تحصل على عجينه تاع الصابلي متماسكه ولكن طريه بنفس الوقت، تكون سهله عليا باش نشكلها. ودروك راح نحضروا الحشوه نتاع هاد الصابلي هذا. عندي هنا كاس تاع لا كريم شانتيي ولا بودره الشانتيي. البودره الشانتيي اختاروا نوعيه تكون جيده وتكون هذيك النوعيه اللي تطلع بالخف وقابضه روحها. وراح نحتاجوا الكاس نتاع ما بارد، اكيد هذاك الكاس ما غاديش نديروه دفعه واحده، بالتدريج. وراح نحتاجوا للذوق نتاع البنان، الكو تاع البنان تلقاوه في المحلات اللي يبيعوا لوازم الحلويات. بالنسبه لطريقه التحضير فكما شفتوا معايا انا درت هذاك الكاس تاع بودره الشانتيي
والما. هنايا اختاريت أنني نخلطها بالما، ما نخلطهاش بالحليب، باش هاد الكاطو يدوم معنا لأطول فترة ممكنة. فكما راكم تشوفوا معايا ضفت الماء بالتدريج، ما ترميوش الماء ضربه واحده على لا كريم شونتيي، ومن بعد راح تجيكم خفيفه وما راح تجي مليحه، ما راح تجي نهائيا مليحه في الكاطو نتاعكم. على بيها لازم تكون البودره الشونتيي اكثر من الماء، لخاطر نحتاجو لا بودره شونتيي ولا الكريمه الشونتيي اللي عندنا تكون ثقيله وقابضه روحها، خاطر هي اللي غادي نستعملوها في الحشو نتاع الكاطو. فكما شفتوا معايا ضفت عليه هذاك الكوس البنان وحتى عطاها واحد اللون شباب، وهنا بقيت نطلع فيها حتى تحصلت على قوام متماسك كما هذا. وهذا هو الصابلي نتاعي. من بعد ما طيبته شوفوا كيفاش طيبته، يعني طيبته على نار متوسطه، ما جهدوش النار بزاف، يعني تكون متوسطه قريبه لمهيله، لخاطر هذا الكاطو هذا بالخف تحكم فيه النار وبالخف ينحرق لكم، فردوا بالكم معاه كي تكونوا طيبوه. ودروك راح نبدا نحشيه بهذيك لا كريم شونتيي ولاصق حبه بحبه. كما قلت لكم بودرة الشونتيي ولا لا كريم شونتيي خدموها وهي ثقيله، خاطر راح نستعملوها في الحشو باش تدوم معنا لاطول فتره ممكنه، وبنفس الوقت ما تعمروش الكاطويه نتاعكم بزاف بالحشو حتى تجي طالعه، لخاطر كي راح تجيو تقلاصيوها راح تحيروا فيها. خليو الحشو يكون كيما هكا. وهنا كنت ديجا حضرت الشوكولا تاعي، درتها على حمام مائي عادي وزدت لها شويه زيت باش تجيني جاريه وايضا تكون تبريي، وبديت نقلاصي في الكاطو نتاعي يعني عادي قلاصاج عادي بالشوكولا اللي عندي. فكما شفتوا هذا هو. كما قلت لكم نصيحه، كي تعمروا الكاطو نتاعكم بالحشوه نتاع لا كريم شونتيي ما ديروش الحشوه عاليه بزاف بزاف، لخاطر كي تكون الشوكولا سخونه راح هذاك لا كريم شونتيي تبقى تذوب لكم وتخسر لكم الكاطو نتاعكم. وهذا هو الكاطو نتاعي كما شفتوا معايا اول الفيديو. هنا كنت ضفت له خطوط بيضاء بالشوكولا البيضاء خطوط عشوائيه بالشوكولا البيضاء، يعني فقط كتزيين بسيط عادي تقدر اي وحده فيكم ديرها كما قلت لكم، وتبعوا النصائح والخطوات اللي عطيتكم. بالنسبه للخطوه نتاع الكلاصاج، شوفوا كي تعمروا الكاطو نتاعكم بالحشوه ولا بالكريمه تاع الشونتيي ديريكتومون كي تستيكيوه دخلوه الفريجيدان يبرد ياكم، من بعد عاد خرجوه كلاصيوه باش يجيكم الكلاصاج ساهل. هذه في حاله اذا جاكم صعيب وبقات ديك لا كريم شونتيي تذوب لكم، ولكن الا درتو لا كريم شونتيي وهي قابضه روحها وقاصحه فما راحش تذوب لكم وراح يساعدكم في الكلاصاج. على بها قلت لكم ديروا لا كريم شونتيي وهي قاصحه وقابضه روحها باش ما تتعبكمش في الكلاصاج. فهذا هو الكاطو تاعنا كما قلت لكم اقتصادي سهل وبنين، راح تهبلوا عليه، خصوصا الناس اللي يحبوا الكون تاع الشوكولا مع البنان راح تعجبكم بزاف. وكانت هذه الوصفة نتاعنا اليوم، ان شاء الله نتلاقاو في وصفة جديدة. مالي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم وبسلامة عليكم.